عايز اقول لك على حاجه سريعه كده. عايز توصل للي انت عايزه او افضل كمان من اللي انت عايزه، والله العظيم صلي. يا عم انت هتعمل فيها شيخ او مش عارف كذا، انا لا شيخ ولا انا بدقن ولا بعمل مش عارف ليه علاقه بالاخوان ولا بالسلف. بالعكس، ده انا ممكن اكون معترض على اي جماعه او اي جمعيه بتتكلم باسم الدين عشان تحقق اغراضها. بس حرفيا طريقك وصراطك الموصول بربنا في الصلاه هيوصلك ان شاء الله للي انت عايزه. اسعى واتكل على الله. طب انا صليت وما وصلتش للي انا عايزه، هو مش اوردر بنطلبه. هي الفكره ان انت عندك الصلاه وعندك سعي وعندك وقت وفتره زمنيه، وعندك ان انت ممكن تكون اللي انت طالبه ده ضرر ليك ويجي لك اللي احسن منه. فتخيل يا اخي بقى ان انت معتمد على واحد زي مدير عندك، شوف بقى بيرقيك قد ايه وبان انت بتكلمه قد ايه عشان بقى مثلا تظبط الدنيا معاه ويرقيك. فتخيل ان انت بقى تكون موصول بمين بقى؟ بخالق الكون. مش هتعرف توصل للي انت عايزه تفتكر؟ طب انا بعمل حاجات غلط وهبقى منافق يعني لو صليت وحاجات كده؟ لا لا لا، مش منافق. ان شاء الله ربنا هيهديك في يوم من الايام، بس خلي طريقك وصراطك موصول بربنا وهتوصل ان شاء الله. طب الدنيا مشاغل ومفيش وقت والحاجات دي كلها، لو قلبك اتوصل بحاجه هتلاقي نفسك رايح للحاجه دي لوحدك كده، يعني لوحدك انت رايح ليها، وهتلاقي يومك بيتنظم، هتلاقي تفكيرك ما بقاش يتشتت، هتلاقي نفسك موصول بحاجه واستقرار، رغم ان في معارك كتيره جدا ممكن تدور حواليك بره وجوه. العبها صح وخليك موصول باللي ولا هيبيعك ولا هيغدر بيك، واللي هيحقق لك اللي انت عايزه بوصالك بيه وبايمانك وبسعيك. فتخيل خلق الكون مش هيعرف يحقق لك اللي انت عايزه لو انت مخلص فعلا؟